مرحبا متابعيني، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. وجيتكم اليوم فيديو جديد اتمنى يعجبكم وينال رضاكم. فيديو اليوم راح نخيط وياكم الدشداشة اللي فصلناها بالفيديو السابق، اتمنى تعجبكم. يلا تعالوا نشوف الطريقة، واذا عجبتكم الطريقة اتمنى اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى كل شي جديد يوصل لكم، ويا ريت تخلوا لنا اللايك حتى تكبر عائلتنا، اكون ممنونة منكم. هنا راح نبدي نخيط البزمة للردان. أول شي راح نبدي بيه هو الردان. راح نخيط البزمة للردان مثل ما هو واضح قدامكم بهالشكل هذا. البزمة هي عبارة عن شريط من القماش نفسه، نكوي طبقتين ونخيطه ويصير شكله كلش مرتب وحلو. هسه راح تشوفون الطريقة. بهاي الطريقة نسوي كسرات بها حتى تكون الردان عندنا بوف وشكلها مرتب وحلو. وهنا بعد ما خيطناها راح نضربها خياط من فوق حتى ترتب أكثر. وهنا راح نبطن وياكم حفرة الدلعة بقطعة من القماش ومطحت هاني بالفيديوهات السابقة، ودائما تنطلب مني بهالشكل هذا. وبعد ما خيطناها داير ما يدور الدلعة راح نشيل القماش الزايد. هاي أسهل طريقة للمبتدئات. وهنا قلبنا القماش وراح نبدأ نخيط من جهة اللاصق بهالشكل هذا. بهالشكل هذا طلعت عندي. هسه راح نخلي عليها سوتاج شي بسيط وناعم. دائما اقولكم الخياط بالبساطة يصير حلو ومرتب، اهم شي الترتيب بالخياط. اتمنى تستفادون من الفيديوهات اللي قاعدة اقدمها ولو بشي بسيط. وراح نفرد داير ما يدور الدلعة وراح نسوي بشكل حلو راح تشاهدونه بنهاية الفيديو ان شاء الله. وبعد ما فريناه مرة كاملة راح نرجع نفره مرة ثانية ومرة ثالثة راح يطلع عندنا صدر كلش حلو ومرتب. ان شاء الله الطريقة تكون واضحة عندكم، ان شاء الله تستفادون بهالشكل هذا.
وهاي للمرة الثالثة نفره، راح يطلع الصدر فد شي كلش حلو. إن شاء الله يعجبكم. وهذا شكل الصدر بعد ما كملنا خياط. إن شاء الله يعجبكم. هسه بعد ما كملنا راح نبدي نطبق البدن على البدن من منطقة الكتف بهالشكل هذا. حابة أرحب بالمشتركين الجدد وأقولهم نورتوا القناة، وأنا أشكركم وجدا ممنونة منكم. وهنا أنا راح نبطن حفرة الركبة من الخلف بقطعة من القماش اللي بقى عندنا، وبهاي الطريقة. هاي الطريقة سهلة وجدا ممتازة، نهائيا ما تنفتق الدشداشة عندك إذا تسوين هاي الطريقة. وهنا راح نثبتها من الخلف بهالشكل هذا. دائما حاولوا خياطتك يكون مرتب ونظيف، راح تكون دشداشة عندك كلش حلوة ومرتبة. وهنا نفس السوتاج راح نخليه على الردان حتى يعطيها جمالية وشكل حلو. ونثبته من الجهة الثانية همينة حتى نضمن انه الخياط ترتب وصار قوي، يعني ما ينفتق بسرعة بهالشكل هذا. هسه راح نثبت الردان على البدن بهاي الطريقة. ان شاء الله تكون الخطوات واضحة وتكون سهلة عليكم وتتعلمون بسرعة. هذا شكلها، نطبقها ونرجع لكم. بدينا نطبق الدشداشة بهالشكل هذا. أحاول أعدل القماش وأخيط حتى يطلع خياطي عدل.
وهذا شكل الدشداشة بعد ما خيطناها. التقيكم فيديوهات جديدة إن شاء الله، في أمان الله وحفظه، مع ألف سلامة.